بحب دايما في القريه اللي دايما كده في الترابط بين الاهل، وبيعجبني اكتر واكتر لما بشوف الاخوات دايما فيه الموده بينهم. انا بقى عايزك تحكي لي قال لي بيخلي دايما الموده بين الاخوان بتفضل، الاخوات بتفضل لغايه اخر نفس. طالما ما فيش بغض يا شيخ حسين، ما فيش بغض وفيه طمع، اعلم ان كل حاجه تمشي زي الفل. صحيح. يعني انا برضه حته البغض دي بقى قال يعني غباء. في انسان سبحان الله ما يحبش غير نفسه. صحيح. بمعنى صح، في انسان يحب نفسه بس وعاوز الناس اللي حواليه كلها ما تسواش حاجه. ده طمع. اما يبقى طمع في الانسان في ابن ادم. طب وهو الطمع ده قال لي يخلي، يعني هل انت بتشوف ممكن تلاقي يعني ايوه في ناس طماعه كتير. في ناس طماعه تحب نفسها موت. بين الاخوان. بين الاخوات طبعا. ده طبيعي، ده طبيعي، ودي عالمه الناس كلها عارفاها. اما يبقى واحد معاه 4 بنات وهو يبقى واحد على راجل، يعني هم عاملين ان هو بعد ربنا حمى لهم، بس هو ما يسواش سيجاره. كلام جميل. لا بقى لا بقى طماع. يقول لك ده بتاع ابويا، ياخدوه مثلا البنات يدوا لجوازهم. طب ده حقهم. ده انا ولابه، ده بتاع ابويا. طب ما ده ابوك زي ما هم ابوهم. صحيح. زي ما ده ما هو ابوك وده ابوك، وده شرع ربنا. انت دخلت في حته مهمه قوي على كده، حته ده في شرع ربنا اللي دايما هو ما هو مش لما يجيب البلد كله غير الميراث. ما هو الطمع هنا يا حاج. الطمع في الحته دي، الطمع في النقطه دي. تلاقي الاخ اول ما طبعا يموت الاب تبص تلاقي خلاص استولى على كل حاجه. ويقعد البنات يطازوا ويعملوا، وممكن يعمل ورق مزور، وممكن يعمل مش عارف هذا ابويا كاتب لي الحاجه دي، ويقعدوا بقى طازوا بقى. ايوه ده على فكره دي مهمه قوي. دي ظاهره يا حاج يا حسين، يا حاج حسين، يعني انت بتشوف كبيره كتيره مش قليله، خلي بالك يعني انت. ايوه انا عارف، يمكن خدها رضا. يعني انت لمست انت وشفتها بعينك. دي حاجات يعني ملموسه الناس كلها عارفاها. الصغير قبل الكبير دي معروف. ممكن الاخ البغضاء بقى بتبدا من هنا يا حاج. ده عمك وده صفت، وده عمك وده نعت، وده وامه تقول له من هنا وابوه يقول له من هنا. واذا كان شاف ابوه وامه مش لما يكلموا اهل عمه خلاص اكنهم دول يهود ودول اسرائيل زي ما يقولوا. كل دي بسبب ايه؟ كله بسبب حاجات بسيطه. يمكن الطامع. عشان نص جرات ارض. سبب الطامع. يعني انت لاحظت بقى في حياتك كيف في ناس كتير تلاقيهم زي الاخوات كتير وصبيان زعلوا من بعض، ولا يمكن ادولهم مده من السنين مش ما يكلموا بعض. بسبب ايه؟ بسبب الحاجه الميراث. ايوه. وهو زي ما انت قلت ممكن يكون الميراث كله على بعضه جرات ولا نسبة ما يحصلش حياه تافهه خالص. وطبعا وبعدين ده يا شيخ فرض الله، فرض ربنا ان هو اللي فرضه مش احنا. تمام. يعني الاسلام فرض علينا كده ان المرأة تاخد نص الراجل. لو ابوك عنده بيضه، المرأة اللي فيها بيضه، ودي بتخلي لما يبقى لا يعني لو هو كل واحد خد صلى على النبي يا حسين بعد عمر طويل لما ابوك ده يموت وواحد يكون ما لا قدر الله في اخواتك طماع، هيقول لك ده انا اعطيت ابوك ساعه السياره الجديده ولا ساعه بنى البيت ده اعطيته كذا وبدون ما يكون عطيه. واحلف واعمل وممكن يحلف كذب. كتيره الظاهرات دي كتيره قوي. وانا البيت ده انا بنيته من دراع، البيت ده انا ما عملت مش عارف ايه. دي ماشبك يا حلم البكوكه وخلاص. ايوه ماشبك اغرب البتاع خلاص. لو عيدك فاضل الحاج عارف هذه يا عم يا الظاهره هي بتبدا من النقطه دي وبعد كده كل حياه سهله. طب انت بقى تلاقي المره بتحرض الويت ده عمك عمل في ابوك وسوى في ابوك وهو بدون لا مسكين لا عمل ولا سوى. هو مسكين لا عمل ولا سوى. لا دي البنات ما لهمش. دي البنات ابويا مش عارف عمل ايه فيهم وعطاهم ايه وسوى لهم ايه. وتبدا بقى المشاكل. يعني انت ما انتش عارف الناس في الدلائل
لحد كتير. النهارده ما تعرفش بيوت بعضها كتير من ناحيه الورث ومن ناحيه الكلام ده والله كتير. في بلدك هنا. كلام سليم. ودي لها عشرينات وثلاثينات سنه مش متكلم بعضها ولا اكنهم يهود. يا خساره بسبب الطمع وبسبب طب ما هو سبب البغضاء، وهو كل والعمر نفسه وفي الاخر كله هيسيبه. هو هيسيبه واخوه هيسيبه كله هيسيبه. وما يدخل نفسه النار اللي غيره. انت لما بتجمع مال من حرام من حلال ولا من حرام، ما فيش حد بيتحاسب عليه، لا مرتك بتتحاسب عليها ولا ابنك بيتحاسب عليه ولا حد بيتحاسب، انت بس اللي بتتحاسب عليه. يعني اعتبر الانسان منا انطمع على حاجه ما يدخل نفسه النار لغيره. حقيقي. هو حد يخش معاه الواحد القبر؟ لا طبعا. وحد يتحاسب له؟ لا. بس هو لما يشيل الوزن. وقد ده لما يبقى العيل ابن اختك مثلا، وهو يعتبر انت الخال والد زي ما بيقولوا، صحيح. واصبح العيل نافر منك ما يعرفكش. صحيح. كبيره جو دي. دي كبيره جو طبعا. من ايه؟ ما من الطمع. عليك ان الانسان لما يرضى، قال لك ارضى بما قسم الله لك تعيش اغنى الناس زي ما بيقولوا. ومش حاجه يعني الدنيا كلها على بعضها ما تسويش. كلها ما تسويش اي حاجه. الدنيا الناس لو تسوى جناح بعوضه عند الله ما سخى الكافر ما كانش زجا الكافر منها شربة ماء. زي ما بيقول القرآن، مش احنا اللي بنقول، القرآن اللي ما يقول. بس الناس في غفلة. طب انا حته حلوه بتاعت المراس دي، ولو عندك قبل ما يعني انت مش في كتير لما يجي على التلفزيون وتسمع على التلفزيون شكاوى بالنسبه لاخويا مش عارف عمل ايه، واخويا الصغير عمل ايه، واخويا الكبير عمل ايه، وانا ما اعطونيش حقي، وانا عيالي مش لاقيه تاكل، بنات. هو لا ما اعطاش البنت مثلا طمع. ما طمع. ودايما يقول لك ايه، اصل ده هيروح عند جوز اختي. طب ما جوز اختك ما اولاد اختك برضه لو عندك حاجه اعتبرهم عيال. يعني ان جاعت اختك يعتبر انت اللي جعان. هل انت ترضى على نفسك مثلا، او انا او غيري اختي تبقى محتاجه وتدور تشحت وانا موجود؟ لا طبعا. الله كلام جميل. الواحد ما يستحملهاش. الراجل اللي عنده كيف انا استحملها؟ اللي عنده نخوه هيجيب اخته واولادها في بيته ويوكلهم زي عيال. طبعا. بس بس مين لما يقول الكلام ده؟ ولا مين اللي يعمل كده؟ هل الاب فوق كان ليه دور في الموضوع ده؟ لا الاب مالوش دور. يعني من الاول مثلا ما ربهمش على حته لا عارف الاب دوره ايه؟ لو كتب للولد الحاجه دي له دور. له دور، ما كيف مالوش. او كلمهم مثلا وقال لهم ايه البنات دول دي مستحيله، خلي بالك. دي لا ده مش هيقول. اب هيقول هيحرض اخواته، بس في بعض الناس اما تكتب لعيال اما تكتب كتابه بس ده حرام عليه برضه. دي طبيعي. هو اللي هيتحاسب عليه. انت النهارده معاك محمد، ربنا يخلي لك، ومعاك مثلا واحد اسمه احمد تاني، كل ورثك تروح كاتبه لمحمد، انت اللي تتحاسب مش محمد. طبعا. طب ما ده طبيعي. انت اول حاجه انت اللي تتحاسب عليها. حرمت واحد، طب ما هو دي ابنك ودي ابنك مثلا، او دي بنتك ودي ابنك. ليه ليه احسب الدنيا تدعك مع بعضهم هم حرين؟ وكل واحد يبقى ياخد حقه. يبقى اللي يخش النار. الحكومه زي ما يقول. اللي يخش النار لنفسه. الناس الكبيره قالت لك البطلان ابوه الحكومه. وبعدين انا سمعت قال يا شيخ هو حرام الانسان منا لما يكتب لواحد الحاجه وهو حي. طبعا. او يوزعها لعياله وهو حي. طبعا، وخصوصا ان هو لان هيدي اسمه وراث. ايوه، وهيدي ممكن يدي من لا يستحق. لا خلينا انا مثلا قسمت بالعدل، هل برضه حرام؟ اصل هو بالعدل انت ليك جزء معين، الراجل له جزء معين من عارف له ان هو يتصدق بيه لو عايز يتصدق بيه في حياته. دي ماشي. والباقي بيسيبه، لكن ما ينفعش مثلا ان هو يتصدق بكل حاجه. لا يعني اكتب كتابه مثلا. ايوه. لا ما انت عشان تيجي انا اكتب كتابه مثلا. عندك لما تيجي تكتب حاجه زي ده معايا ويد مثلا وبنتين، فانت عندك البنتين بياخدوا نص الراجل مثلا، قسمت انا بالحاجه. فانت لو ده شيء جميل برضه ما فيهاش حرمانيه. جميل قوي لو انت حسيت ان ممكن يبقى في يوم من الايام بعد وفاتك انه هيحصل كذا كذا، فانت بتريح نفسك حتى عشان يوم القيامه لما يجي. وحتى لو ما كتبتش خلي بالك، ولو ما كتبتش انت ما عليكش وزر. انت لا انت لما تكتبش ما عليكش وزر خالص. ده انت بالعكس انت اخليت مسؤوليتك عن كل حاجه. لا ده ديك انت مالكش دعوه بيها. لا ده انا مثلا على الحته دي، يعني مثلا طب انا عايز يعني برضه من خبرات كنت بالتاكيد، طبعا احنا من غير ذكر اسماء مثلا يعني اشخاص، بالتاكيد ان في البلد انت شفت بعينيك. دلوقتي ممكن تلاقي الاخت ايوه صح. ايوه وسنين طويله في البلد وغير البلد.
مش البلد بس. لا ده انا لما اجرب له المسافه، ما البلد وغير البلد. انا لما اجرب له المسافه صحيح. جاي واما اقول له ببلدك في ناسات ما تعرفش اهاليها هاي من ناحيه، علشان ناحيه الوس برضه. هاي وحصل طبعا بيحصل خلافات وشد وده أيوة طبيعي. طبعا اكيد. شد وجذب وكل حاجه. طب انت اخيرا في حته الميراث دي وجه رسالتك لكل الناس. الناس كلها عارفاها من غير ما وجه رساله، الناس كلها عارفاها. مم. وكل قريه وكل منطقه فيها الكلام ده. كل واحد عارف الصح يعني انا والغلط. دلوقتي بتقول له كل هل واحد انا مش مصلي يراعي مثلا ربنا في الحاجه ده هي ايوه طبعا. ويعمل حساب ان الدنيا طبيعي. مش دايما لا دايما راح لحد- كانت دامت للرسول عليه الصلاه والسلام. هو يا شيخ نعم. حسين لو عارف ان الدنيا مش دايما مش هيحصل خلاف. هاي نعم. بالظبط. خلي بالك لو انت وانا والتاني والتالت يحط في دماغه الحته دي يحط في دماغه ان الدنيا مش ان دايما هو مش هيعيش على وجه دايما الله. مش دايما غير وجه وخلي ربنا. بالك ولما هيعمل يكون كده. ربنا يغنيك لو ما حلتكش حاجه تخلق وربنا يغنيك هيغنيك. مش ده يمكن محتاج. انت لما تقسم حاجتك بعدل ربنا هتبص لك ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بحاجه تاني انت من غير ما انت. طبعا. لان ما دام فيه الرضا بين الاخوات. طبيعي طبيعي آه. طبيعي. طب انا شفت حاجه